مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. لو أنت أهلاوي متعصب ما تتفرجش على الفيديو، ولو أنت زملكاوي متعصب برضه اقلب الفيديو، لأن الفيديو ده تقطيع، فيديو مشرحة. هنبدأ بمين بقى؟ ابدأ يا عم الحاج باللاعب محمد صبحي حارس نادي الزمالك. الله ينور، مساء الفل. لما نقول محمد صبحي بيلعب قصاد فيوتشر وترازع 2 منه، يجي الراجل يلعبه قصاد النادي الاهلي يقوم مرقوع 3 منه. انما هدف محمد شريف لا يسأل عليه. يعني الراجل ما بيزعلش حد، الراجل ما شاء الله عليه، من بعيد ماشي، من قريب ماشي، الراجل يعني في الضيقه ماشي. يعني لو هنبص للهدف الاولاني منه 100%، انت اول حاجه بتعملها بتقفل الزاويه الضيقه. طيب الكره الثانيه في حراس بيمسكوها، الهدف الثاني لحسين الشحات في حراس بيمسكوها. الكرة الثالثة لعلي معلول الهدف في حراس بتوقفها برجليهم، بياخد خطوة ووقفها برجله. يا عم مش كده، مش كده. طيب في نقطة بقى، انت راجل حارس منتخب مصر، يعني المفروض لو لا قدر الله محمد الشناوي حصل له اي حاجة انت الحارس البديل. يعني يا راجل مين اختارك في منتخب مصر؟ المفروض بعد الماتشين دول لا، نشوف حد بقى كويس يركب مكانك، وانت يا عم شكرا وشد حيلك الموسم الجديد. نيجي بقى لمحمد الشناوي. الراجل مدحت شلبي قال لك ايه في كرة احمد زيزو اللي جت في العارضة؟ الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك شايطها من عند بيتهم، شايطها من غرفة الملابس. يا راجل مش كده يا راجل، يا عم خد خطوة يا عم وامسكها، خد خطوة يا عم وصيط فيها. ايه يا عم؟ عصام الحضري كان بيستنى كرة بس قريبة من الجون كان يقوم طق متصيط، متصيط. في كرة تانية، كرة تانية اللي انت شطها في مين؟ اللي انت شطها في المهاجمين، راحت لعبد المنعم. وهيجي دور عبد المنعم دلوقتي. نبدا يا عم بعبد المنعم. الاستاذ عبد المنعم مش عاجبه اي حد، عمال يخبط في زمايله وعمال يزق زمايله. وخلاص بقى يا عم الراجل قرن، يا عم الراجل مساك مصر الاول. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني. ده عبد المنعم جاله 3 كور كان بيبصيهم للديفندر وكان بيبصيهم للمهاجم. طب الكوره اللي محمد الشناوي لعبها للفرود راحت لمنعم، منعم قام جاي حاططها للراجل بيقول له خد يا عم انا مش قادر. في ايه يا عم؟ انت قاصر عن النادي الاهلي مالك؟ نيجي بقى لمين؟ انا مش شايف مدافعين في الزمالك، يعني انا مش شايف مدافعين في الزمالك عشان اتكلم عليهم بصراحه. نيجي بقى لفتوح. فتوح بيلعب ديفندر، يا عم ماله؟ يا عم ايه المشكله؟ العب يا عم ديفندر ومتع نفسك. بس الديفندر يا حبيب قلبي ما بيروحش ياخد الكوره من رجل زميله. هو ايه يا عم؟ انت تروح تاخد الكوره من رجل زميلك؟ طب ما زميلك هيعمل ايه؟ طب ما تفتح 10 متر او 5 متر وزميلك يبصها لك، بدل ما توفر يا عم مجهودك اللي انت اصلا يعني. اللي جون بتاع محمد شريف الناس يعني اقول لك مسكوك شطافوك غسيل ومكوى، مسكوك على الخط. الجون بتاع محمد شريف 1 2 3 وانت عمال تدخل لجوه وعمال تطلع لبره، مش عارف تطلع على الخط، مش عارف تخش لجوه. في ايه يا جماعه؟ معلول النهارده الله ينور، بجد الله ينور. بس في كرة كده يا عم معلول قمت عاملها ايه؟ تشب من فوق الولا، جميله، تشب كده حاجه فجره، وتقوم جاي وبصها للديفندر بتاع الفرقه بتاعه الزمالك. يا عم وماله، عديها. محمد هاني اوفرات ما شاء الله عليه، كروسات جميله، حاجات 10/10. في كور بقى كده بتزيد فيها وترقص وتعدي وتقوم بوم حاططها في اوت، حاططها في رجل مش عارف مين. ايه يا جدعان؟ يا جدعان مش كده. حسين الشحات، حسين الشحات احنا بس بنقول ايه على الناس اللي هي المشهوره. حسين الشحات راجل جايب جون الاول وجايب الجون الثاني وتمام التمام. هات كمان بقى يا عم، هات كمان. انت النادي الاهلي النهارده يطلع 6 7 8 تجوان. انتوا يا جماعه مستكترين على نفسكم، مستكترين على نفسكم تجيبوا اهداف. هات يا عم، يا عم كهربا انت بتعمل تشيب، اعمله جامد شويه، زقه يا عم جامد شويه. يا عم في ايه يا عم؟ يا عم مش كده. نيجي لشيكابالا. شيكابالا احنا بنقول لعيب كبير ولعيب حريف، بس انا ما شفتكش النهارده شيكابالا، ما شفتش شخصيه شيكابالا، ما شفتش روح شيكابالا، ما شفتش اي حاجه. نيجي بقى بالنسبه للروح والعزيمه والاصرار، نيجي لمين؟ نيجي لعمر جابر. يا عم عمر يا جابر، يا استاذ عمر يا جابر، انت راجل نازل احتياطي، نازل مركز، نازل عايز تلعب، مش نازل عايز تعمل مشكله، عايز تخبط واحد، عايز تعترض على الحكم، عايز تعمل شو. يا جدعان الكوره مش بالقلب ان انا اقوم مزعق الحكم يقول لك الجمهور يقول لك ده الواد ده قلبه على الفرقه.
يا عم مش بكده، قلبك على الفرقه دي تجري تقوم طاير خابط في العارضه مطلع جون، طاير عامل باك ورد من المقص تقوم مطلعها، اقول لك اه قلبك على الفرقه. انما مش قلبك على الفرقه اما تاذي الخصم، تقوم جاي مزعق للحكم، تيجي تشوح وتزعق في الفاضي. لا انت نازل مش قادر، انت نازل عايز خشبه تصلبك في ظهرك كده ونربطها عشان تقدر تجري. من الاخر نيجي بقى للجزيري. يا باشا انت راجل فرود، انت راجل فرود. بص على الشويه اللي محمد شريف نزله، بقى يستلم ود اللي في وشه، يستلم ود اللي في وشه بس وخلصت. اللي محتاجه تتباص هتتباصى، اللي محتاجه تشاط هتشاط. انت راجل فرود محطه، مش عندك خط هجوم قوي علشان تلعب زي كهربا وتجري وتلعب لك في مساحات، ولو كرة قلشت حد هيكمل. مفيش الكلام ده. انت الكرة بتيجي عندك والعشر لاعيبه الباقيين بيبقوا في نص ملعبهم، يعني انت المفروض تقف بالكوره. تمام. نيجي بقى للنجم بقى زيزو. النجم زيزو اللي الناس بتقول لك نجم العالم، الناس بتقول لك احسن هاف في مصر، وده هيتعمل له حلقه لوحده. النجم زيزو العالمي زيزو. تعالى يا عم زيزو. زيزو راجل هاف بيلعب على الباك، مستنى ان هو يخطف الباك في ظهره ويروح يجيب جون زي ما حسين الشحات بيعمل اللي انتوا بتقولوا زيزو اعلى منه. تمام. بيجي بقى المعلم زيزو بينزل ياخدها من رجل الباك ليفت، ادي حاجه، وتيجي تبص تلاقيه ديفندر، ادي حاجه تانية، وتيجي تبص تلاقيه سيرد باك. طب ما انت هتهاجم امتى؟ انت هيبقى في نفس انك بعد ما تبقى في وضع الديفندر وفي وضع الباك ليفت تروح تلعب هاف؟ يا عم انت سبب من اسباب ضغط نادي الزمالك، انت يا زيزو. زيزو رقم واحد في سبب ان خلى هجوم الاهلي يضغط نادي الزمالك، لان زيزو لو وقف في مركزه مركز في الخط زي ما حصل الشوط الثاني، كان في كام كوره كده كان موفق فيهم وكان ماشي على الخط كويس. هي دي الهاف يا جماعه، لما بيدخل في نص الملعب وبينزل ياخد مكان الديفندر وبينزل يلعب مكان الباك، خلاص شكرا. الهاف يعني فيرود مهاجم، الهاف يعني راجل بيلعب فيرود تاني. الراجل يا عم بيرستاو، فيها بيرستاو يا عم، يا بيرستاو انت تجيب لك النهارده، انت تصير، انت عايز تفتح سبرنت والكره وراك. يا عم مش كده، استنى الكره تطلع قدامك وبعدين زقها زقه، زقه كده باحترافيه، وبعدين يعني مش هنجيب لك ملعب احسن من ده يا عم، اهدى وما تستعجلش، وهتجيب بدل الجون 3 و4 و5. يعني انت مشتت نفسك وضاغط نفسك في ماتش اصلا مش مستاهل الضغط ده، انت راجل متقدم 3-0. يعني المفروض تلعب بقى بفن كده، وامتى هتزقها وتجري وامتى الكره تكون قدامك، مش تيجي تبص تجري تلاقي الكره وراك تلاقي الكره تحتك. ايه ده كده يا بيرستاو كده يا حبيب قلبي. نيجي بقى للسيسي اللي طلع مصاب. يا عم سيسي انت نفس عمر جابر نازل عايز تعمل بقى اللي انت عندك قلب، وهخبط بقى محمد هاني في وشه واعمل واكسر، وانت اصلا جمهور الزمالك ونادي الزمالك مستحملينك بالعافيه. يعني في ناس في الزمالك مستنيه اليوم اللي انت هتمشي فيه هيكسروا وراك، مش قله هيكسروا وراك زيت. وفخري يا جماعه، يعني فخري انا نفسي افهم الواسطه بتاعته اللي داخل النادي الاهلي ان هي مع اهداف النادي الاهلي بامانه. يعني انت راجل تحس كده اللي انت حته تقيله، حته تقيله في النادي، مش باللعب بقى ولا بالمستوى، لا حته كده في الظهر كده، يعني فنان. محدش مش هنقدر نتكلم معاه. خلاص بقى يا جماعه زهقنا تقطيع. نيجي بقى لمدحت شلبي. مدحت شلبي يعني حاجه جواك كده بتضرب من تحت لتحت، بجد من تحت لتحت، ضربه هنا وضربه هنا وضربه هنا، وما تحس ان انت ضارب للاهلي قوي تقوم ضارب ضربتين للزمالك، علشان ما حدش يقول لك ده شلبي اهلاوي، ده شلبي زملكاوي. بصراحه دبلوماسي عالمي يا شلبوك بامانه. النهارده لو هنقعد 5 في الزمالك و7 أو 6 في النادي الاهلي يبقى احنا كده بنفرق. السلام عليكم.